في ايدنا رجالة، حزبنا حرية وعدالة. تكون في ايدنا رجالة، حزبنا حرية وعدالة. تكون في ايدنا رجالة. ما تضم صوتك على صوتي ويلا نبني الخل مصر، تحفظ حقوقك وحقوقي وتعيش معايا في عزة ونصر. ما تضم صوتك على صوتي ويلا نبني الخل مصر، تحفظ حقوقك وحقوقي وتعيش معايا في عزة ونصر. إنهم اختزلوا الإسلام كله في الحدود، ونسوا أن الإسلام منهج شامل كامل يهتم بالحياة بكل نواحيها، ويهتم بحياة الناس من جميع جوانبها. ليس هناك جانب يغفله الإسلام. الإسلام يهتم بالجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، يهتم بالبلد داخليا وخارجيا. الإسلام الذي نعرفه وندين به المستعمر البريطاني إلى بلادنا هو الذي كرس التفرقة بين الناس، كرس الطبقية، فرق بين الناس على أساس اللون. عرفنا أن هناك كنائس للبيض وكنائس للسود، وسائل مواصلات للبيض ووسائل مواصلات للسود. حتى المدارس لم تخلو من التفرقة، للبيض مدارس وللسود مدارس. أين هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين اختلف بلال مع أبي ذر يوما، فقال في سرعة غضب، قال أبو ذر لأخيه بلال يا ابن السوداء، قال كلمة خرجت عفوا ما قصدها، لأن هؤلاء الذين تربوا في مدرسة النبوة لا يعرفون إيذاء أحد، وإنما في لحظة غضب خرجت سريعة من فمه. بعدها عاد إلى الحق حين عرف ما مرت هذه الكلمة مرور الكرام، حين سمعها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث وقف وقفة سجلها التاريخ ليصحح مسيرة أحبابه ولمسيرة أمته من بعد، ولمسيرة أمته من بعده. قال كلمته، قال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. يا أبا ذر ليس لابن البيضاء فضل على ابن السوداء إلا بالتقوى. فما كان من أبي ذر إلا أنه رجع إلى الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن إسلامنا لا يفرق بين الناس، وإنما سوى بين جميع الخلق. لا فرق بين غني وفقير، ولا بين عظيم وحقير، ولا بين ملك ومملوك، ولا فرق بين سيد وبين عبد. السويس تدخل 5 مليار، وهيئة مياه دبي تدخل 60 مليار دولار. لا، هيئة قناة السويس بتدخل أكتر من كده بكتير، لكن ليس إلى الخزانة العامة، إنما إلى جيوب العصابة المنظمة، التشكيل العصابي الإجرامي الذي اختطف مصر 30 سنة. ده أرصفة ومخازن قناة السويس كانت مؤجرة لشخص بالأمر المباشر كده وخلاص، اسمه ممدوح إسماعيل، حضراتكم طبعا عارفينه، بسعر خرافي عالمي، بسعر 150 قرشا للمتر في السنة.
400 مليار بتوع الموازنة العامة مش دخل مصر ولا دخل قناة السويس لوحدها، ده الفتات الذي يبقى بعد أكبر عملية سرقة ونهب شهدها تاريخ البشر. يدخل حضرتك على الموازنة العامة اللي فضل بعد ما سرقوا البلد كلها 400 مليار، يحط لك فيها بند الأجور والرواتب اللي هيقبض منها 5.4 مليون موظف في الجهاز الإداري للدولة المصرية. كام بقى؟ 20 مليار جنيه سنويا. وبيمنوا علينا بهذه الرواتب، احمدوا ربنا اللي بتقبضوا. اقلب الصفحة. الحوافز والمكافآت، الدولة اللي تدي رواتب 20 مليار تدي مكافآت قد ايه؟ 4 5؟ لا، انت في جمهورية مصر، كنت في جمهورية مصر العربية بتاعتك، الحوافز والمكافآت 35 مليار، رواتب 20 ومكافآت 35. رايحة لمين؟ لبقية التشكيل العصابي اللي ما خدوش حقهم بره الميزانية فبياخدوه من الموازنة. المزروعين على رأس عدد من القطاعات والوزارات الذين تتجاوز رواتب بعضهم الشهرية 3 مليون جنيه في بلد واحد، في نظام إداري واحد، في حكومة واحدة، في موظف بياخد 3 مليون جنيه وموظف بياخد 105. كل دولار ينفق على البحث العلمي في امريكا يعود على امريكا 142 دولار بالضبط. تخيلوا قد كيف، واحنا بفضل الله تعالى بننفق مبلغ يعني لا مثيل له. المهم خلاصه القول في موضوع التعليم، عشان برضه نقول الخطوات اللي ممكن نعملها ان شاء الله او اللي احنا مستهدفينها في برنامج حزب الحريه والعداله. نقول ما قاله هذا الرجل اللي كان بيرأس لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس الشورى، دكتور فاروق اسماعيل، قال وشبه التعليم في عصر مبارك بأنه شعبطة في الأذن. إن شاء الله في المرحلة المقبلة سيكون عندنا معلما ناجحا، وسيكون عندنا مدير مدرب على إدارة مدرسته، مدير مدرب على إدارة إدارته، وكيل وزارة مدرب. كل سيأخذ حقه بما يرضي الله سبحانه وتعالى. نحقق العدل لأننا نرفع شعار الحرية أو حرية نحميها، عدالة نبنيها. وهي مشكلة بحر الزاوية عشان نعرف مدى الفساد الذي نعاني منه. بحر الزاوية تعاني من نقص مياهه، سيليين وفدمين والتوفيقية ونقليفة ومنعورة، كل ده بيعاني من بحر الزاوية ونقص المياه فيه. الحقيقة عندما أخبرت عن هذه المشكلة لم يكن لدي أدنى فكرة عنها، وبدأت أبحث عن أصل المشكلة. إيه المشكلة في بحر الزاوية؟ فناس قالوا هدار عبد الرحمن، وناس قالوا الصيفية والجزء المغطى هناك، وناس قالوا لا ده المشكلة في المواتير اللي راكبة على البحر. لكن الحقيقة عندما بدأت أفهم هذه المشكلة وأتعرف على أبعادها اكتشفت أنها أكبر من هذا بكثير، وأنها مش محتاجة مجرد قرار إداري لحلها فقط، ولكنها تحتاج إلى شيء أهم وأعظم، وهو إعادة هيكلة جهاز الري بالفيض. محافظة تختلف عن جميع محافظات مصر في نظام الري. محافظة تروى أرضها بالغمر وبطريقة ونظام دقيق علشان تغطي جميع مستويات الأرض الزراعية بالفيوم. صلات كثيرة كما قدم أخي من حيث النسب والعائلة، ثم أن قارون وفدمين يجمعهما الزيتون كما تعلمون. فأنتم أصل الزيتون وقارون فرعه، وأنا في الانتخابات غصنه، فاجتمع بفضل الله الأصل والفرع والغصن في اجتماع واحد.
كنا طلعت نتكلم طبعا عن الخراب الذي اصاب مصر، وطبعا وبيتكلم عن موظفين كان راتبهم الشهري 3 مليون جنيه. طبعا الكلام ده بالنسبة لي كلام عادي. انا كان راتبي قبل ان اتي، ايوه اخوة عمين يبعتوا اسئلة عايزين برضه اضحك وغرق، مش عارف اتكلم ازاي في البرنامج. كان راتبي قبل ان اتي مصر من ان لغاية 1/7 اكثر من 3 مليون جنيه. خلي بالك كان راتبي اكثر من 3 مليون جنيه. الكلام ده ما يأثرش معايا بحاجة، بس 3 مليون جنيه سودان. كان الحاجة الساعة ب1500 جنيه. اه والله يا اخوان. ولما جيت مصر اولادي في الفيوم هو عايزين ايس كريم، رحت للمكن قلت له عايز كوبايه كبيره من 4000 جنيه. قال لي يا شيخ قلت كوبايه ب 4000 جنيه. يا شيخ انت ايه الشكل عاقل وكلام مجنون. يا شيخ انت عايز بكام؟ قلت يا اخي بقول لك ب 4000 جنيه يا اخي. ما تفهمش انا ما بفهمش. ما انا قلت كذا مره يا ساب المكن ومش اللي بتاع الشيخ عايز ايس كريم ب 4000 جنيه. قلت له يا عم انا اسف انا واخد على السودان قصدي ب 4 جنيه. انت واخد بالك؟ فهناك الملايين ما شاء الله ما تعدش. فانما في مصر بقى انما في مصر المليون مليون طبعا بفضل الله عز وجل. والهدف تجهيل هذا الشعب فعلا واهانه الانسان المصري. كنا يا اخوان ولا نخش السجون في الايراد ده اللي داخلين يقول لك كل يخش متغني، كل يخش متغني. وبعدين داخلين مره في جمهور برضه يقول لك اقف وشك للحيط واسند على الحيط واقف عليك واحد. كنا في صف كده واخوانا في صف، واحد واقف على الشمال ورافع اليمين، اللي جنبه واقف عكس، رافع اليمين وواقف على رافع الشمال وواقف على اليمين. فانا شاورش بص لقي الفرجه واسعه قوي بين الاثنين. فالولد اللي رفع الاثنين ينزل رجل منهم. تخيل بتصور ان واحد واقف ورافع رجليه الاثنين. مصيبه. هذه العقليات. كنت اخو الشيخ احمد بيذكرني برجب وما ادراك ما رجب. اخواننا قالوا دخلنا السجون زمان وعلى الزنزانه شاويش اسمه الشاويش رجب، يقول لك كل واحد يخش الدوره كان الامر كده نص دقيقه بعد الفجر ونص دقيقه بعد الاوقات قبل العشاء. يقول ففوت رجب يقول 1 2 3 4 اطلع يقطع عليك الماء. طبعا الاخ يطول لا يقول ولا غريب ولا حاجه خالص، فيضطر يطلع. قال له مفروض يا رجب خليها دقيقه على بعضيها، نص ونص يساوي 1 وخليها العشاء. قال لا نص ونص هي نص ونص، الاوامر هي الاوامر. يا عم رجب ربنا يهديك خليها دقيقه. انت مش معنى يعني والعيش؟ قالوا عشان العيش ما يبقاش حجه. السياد مامور السجن في البيت وكل مش موجود في السجن وانت محدش هيشوفك. قال يا سلام المامور في البيت، طب اروح فين من ربنا؟ تخيل وصل المستوى يا اخوانا انه بيعذب بالعقيده وانه بيهينك. يا مصري صوتك كمان.